يا صباح الخير، يا صباح الجمال، يا صباح الدلال، يا صباح العسالة، يا صباح كل حاجة على عيونكم، ايه الحلوين المعسلين المسكرين. الدنيا تضرب تقلب او تقلب تضرب. عايزه اقول لكم انا هروق وهنضف عشان انا لسه هجدد الشغل تاني. لسه هعمل شغل تاني. طبعا المطبخ وانا بشتغل كده بقى متكركب جدا. هنلم كل الكلام اللي انتوا شايفينه ده وهننضف الدنيا تمام تمام. كنت بعجن سمبوسك يا جماعه. والسمبوسك دي طبعا بتاخد غلبة، ليها كذا مرحلة. بطريقة جديدة هبقى ان شاء الله مرة كده صورها لكم واعملها. انا ما بشوفش ان الناس اللي بتابع القناة بتهتم بالاكل معايا، لان القناة طبعا قناة الاكل هي قناة الاكل، وقناة الروتين هي الروتين. ما علينا. آه فزي ما انتوا شايفين كده بروق الدنيا كده، وهنضف الرخامة دي، همسكها صبنها تسبينة بنت لذينة، وهلمع المطبخ وهكنسه وهرتب الدنيا كلها. وصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده، وقوموا كده تنشطوا وتشطروا كده مع نصرة، وقوموا كده ايه شجعوني. احنا الاتنين نشجع بعض، انتوا تشجعوني حبة وانا اشجعكم حبة. ان شاء الله يا رب يجعل ايامكم خير وبركة. بشكركم جدا على كل حد بيدعي لي، وكل حد بيقول لي كلمة طيبة، وكل حد بيسأل عليا. ربنا يجازيكم كل خير. الشغل اللي انا شفتوني فيه ده انا كنت بروح يا جماعة قبل رجليا ما توجعني، كنت بروح يوم في الاسبوع، تمام. فبعد كده بعد فترة الست كلمتني وقالت لي تعالي انا عايزاكي يوم في الاسبوع. فالشغل ده هو انا كنت بس سايباه لان انا كنت تعبانة وما زلت الحمد لله. بس طبعا ظروف الحياة مش هتخلينا نقعد. ظروف الحياة زي ما انتوا فاهمينها، لازم نجري عشان نلحقها يعني. ما علينا، ان شاء الله يا رب يجعل ايامكم خير وبركة وسعادة يا رب. وممكن تنشطي معايا زي ما قلت لكم كده. هروق المطبخ، هلم الزباله دي والم كل الحاجات دي ارميها اللي ملهاش لازمه هشيلها وكله، واصبن الرخامه وهمسك الارض اكنسها. وهوريكم حاجه. يعني انا مش عارفه، انا هاخد رايكم. آه يعني زي ما بيقولوا يعني يعني مش عارفه اقولها ازاي يعني. يعني النبي وصى على 7 جار، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا النبي. لكن اللي بيحصل ده يعني يعني الناس مثلا عارفه ان انا ست تعبانه، وغير ان انا يعني بيشوفوني، مش لازم ان انا اقول لهم انت تعبانه، بيشوفوني انا بنزل زي الطفل زي الاطفال، زي اللي بيتعلم المشي. هل يرضي رب العالمين كده؟ انا بس عايزه اوريكم الصوره. ما ينفعش. في البعض هيقول لي يا نصره دي مش قصه يعني، مش قصه يا نصره، موضوع بسيط تجيبي اي كهربائي يعمل القصه وبتاع. لا، هي قصه. لان مفيش كهربائي. انا قعدت يومين 3 الف على كهرباء عشان يجي يعمل لي القصه دي، مش عايز يعملها لي. ما بيعرف بير السلم ويقول لك لا بقى هتزنق وهتحول وهيجيني انشكاح وهيجيني سعال. مش هينفع. فما فيش حد رضي يعملها لي. تمام. شايفين السلك شدوه وقعوه في الارض وهم بيحولوا حاجات، وجم تاني يوم وشافوا ان السلك وعارفين السلك ده بتاعي، وسمعوا صوتهم ما هنش عليهم يعملوه. يعني هو مفروض في الدين وفي الاسلام من افسد شيء عليه باصلاحه. تمام. هي مش قصه مكلفه. لكن السلك ده لو وقع، وهو كان واقع في الارض على فكره، يعني في حد رفعه لي كده اهي، اللي هو رفعه لي كده، لكن هو اساسا كان في الارض. السلك ده عشان نجيب يعني كميه كده على بعضها 30 متر. شوفوا انتوا بقى المتر النهارده من السلك ده يتكلف قد ايه. ده لو اتقطع لانه كان في الارض. تمام. عايزه اقول لكم والله العظيم، والله العظيم انا مش عايزه اوصل لكم صوره ان انا ست بتقي الله وبصلي 24 ساعه وزاهده في الحياه. مش ده اللي انا عايزه اقوله خالص. انا عايزه اقول ان انا في يوم من الايام كان في حد نازل من عندي بحاجه وخبط في بتاع علبه كده بتاعت لمبه باللمبه بتاعتها، انكسروا على التهزيق اللي انا خدته على الصبح. وعيب وما يصحش، والجيره ومش الجيره. تعالوا بقى شوفوا الميه لذيذه وجميله ازاي. على فكره اللي في الميه دي وساخه، دي وساخه. اللي في الركنه دي لا كانت شرخ وانا لزقته بماده معينه، لكن اللي في النص ده يا جماعه وساخه. عرفت شفتوا اهميه ان انا عايزه اجيب فلتر ليه؟ لا هو ترفيه ولا هو بزخ ولا هو اي حاجه. عرفت انا بتكلم على الفلتر عشان ايه. الميه كده يا جماعه، حبيت اوريها لكم. المهم جيت في يوم زي ما بقول لكم كده، ده اللي حصل. و قعدوا يزعق الجار ده، قعد يزعق وبتاع وانت مش عارفه ايه، وخدوا بالكم مش خدوا بالكم. خدت بعضي قلت له خلاص اجيب لك غيرها. لا لا ما بحبش العوض وما بحبش ما اعرفش منصور وسرور وبتاع.
خدت بعضي كده زي الشطوره ورحت جبت البتاع، نفس البتاع اللي وقال لك دي ب 80 جنيه ولا ب 200 ولا حاجات كده. الكلام ده عايزه اقول لكم من فات عليه اكتر من 15 20 سنه. الكلام اللي بيتكلموا فيه ده رحت جبت البتاع ب 18 جنيه ولا ب 16 جنيه، وخليت واحد كهربائي يركبها له تمام التمام. فتح الباب، ايه ده ومش قلت له البتاع اللي هي ب 80 جنيه او ب 120 جنيه. فانا ما بحبش اذي حد ولا ابوظ حاجه حد، لكن في نفس الوقت انا يعني انتوا شايفيني مش قادره، بنزل سلمه سلمه، بنزل سلمه سلمه زي البيبيهات اللي بتتعلم المشي. فعيب، عيب يعني يبقى في رحمه شويه. وبعدين بصرف النظر عن الرحمه وبصرف النظر عن الذوق، انتوا بوظتوا حاجه صلحوها. والله العظيم كلمت واحد كهربائي جنبنا وقال لي انا باجي من الشغل الساعه 10 هرن عليكي. ارن مهما رن على 10 ونص ولا سال فيا ولا سال فيا. ليه؟ لانه عارف ان الشغلانه رخمه. حط سلم فين وبير السلم ضيق والدنيا ضيقه ومش احلى حاجه. فين وفين. لما جيت امبارح ولا اول امبارح جبت واحد سباك الله يبارك له، كان جارنا من الحته القديمه، راجل طيب ومحترم، جه مع ان دي مش شغلانته. القصه كلها انه يشبك السلك في الحيطه، عشان السلك لو اتقطع خلاص انا هجيب غيره، ومحدش حمل الكلام ده دلوقتي. فبحس كتير، يعني بحس كتير ان ايه، يعني ممكن لو حد ساعدك من زمان قوي على فكرة، من اكتر من 25 سنة بحس ان ان دايما لو راجل ساعد ست ان دي حاجة عيب. ان اساعدها ازاي، اعمل لها اساعدها في حاجة مش قادرة تشيلها، او اعمل لها حاجة، او اصلح لها حاجة بتاع. لا، الناس هتقول، الناس هتقول ليه البني ادم، ليه الرجالة او ليه البشر اللي على وجه الارض ما بيقولوش لوجه الله الكريم؟ ليه ما بتعتبرش ان دي اختك، وانا بالفعل اختك في الدين وفي الاسلام؟ ليه ما بتعتبرش ان انا اختك الكبيره او امك او اي حاجه؟ في حاجه انا مش قادره اعملها تساعدني، ده يا جماعه ده خير، يعني ده ثواب. يعني انا عايزه احكي لكم على موقف كده قبل الفيديو ما يخلص، والله العظيم انا دمي اتحرق. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. في يوم من كتير قوي، انا زمان يا جماعه كنت عايقه من زمان، ايه من زمان قوي، وما زلت لحد دلوقتي انا عايقه وقمر. انا ست الستات يا جماعه، انتوا مالكم مفكرين ايه؟ لا لا، خدوا بالكم، انا ست الستات. فكنت دايما انا كنت بشتغل واروح واجي، وكنت بهتم بنفسي وبلبس لبس حلو وبتاع وبتزوق وكده وقمره كده، انا قمر النصره دي، قمر وفله كده، واروح واجي وبتاع. المهم جه في يوم ناس ما علينا، ممكن ما يكونش نفس المكان، ممكن ما يكون مكان تاني كنت ساكنه فيه يعني. ده السلم انا جبته، مش عارفه لو الفيديو ما كملش هقول لكم المره الجايه. ده السلم كان تحت، مسكت السلم والسباك طلع عليه، وبقيتني سانده السلم طبعا، لان يعني الحمد لله عدت على خير. فالناس اللي في البيت، ناس سكان من اللي في البيت اتفقوا ان انا كنت طبعا الوحيده اللي ست عايشه لوحدها. تمام. انا الست الوحيده اللي انا عايشه لوحدها. فالمهم جم عايزين يعملوا حاجه في البيت، يجيبوا حد يكنس، يجيبوا حد ينظف، فكل جار هيدفع حاجه. طيب كل واحده معاها جوزها، ما يستجروش ان هم يخبطوا على اي حد غير مين؟ غيري انا. الساعة 10:30 بالليل، في الشتاء، في الشتاء وما أدراكم ما الشتاء، 7 8 بتحس إن الدنيا صعبة يعني. 10:30 بالليل بيخبطوا عليا عشان أنا أنزل، أنزل وياخدوا ويقولوا لي هنعمل كذا وانت هتشتركي معانا ولا لا. الساعة 10:30. وده طبعا ده نوع من ان انتي باصه ان الناس دي عايزه تتسلى بيكي وتتريق عليكي. لان اصلا عيب ان انتوا تخبطوا على واحد الساعه 10:30 بالليل عشان تسالوه على حاجه تافهه وحاجه هايفه. انتوا استحاله تخبطوا على واحده بجوزها، لان ما ينفعش. اشمعنى انا؟ ما هو اللي انت هتدفع جنيه انا هدفع جنيه. هي ايه القصه؟ هو انا عمري ما بعترض على اي حاجه. فعايزه اقول ان وما زالت الناس بتعامل الست اللي عايشه لوحدها بطريقه مش احلى حاجه. بتمنى ان الناس تتقي ربنا وتعمل اي حاجه كويسه لوجه الله الكريم.